عمله هو اللي فرق لصالح الاهلي. على فكرة اي تغيير كان هيحصل بعد طرد رجب نبيل كان هيبقى مفيد. اي تغيير كان هيحصل بخروج احمد عبد القادر ونزول اي لاعب مكانه، اي لاعب مكان احمد عبد القادر كان هيبقى مفيد جدا لنا. لا ده اللي اكتر من كده، اي تغيير بخروج احمد عبد القادر ومفيش حد ينزل مكانه، الاهلي يلعب 10 ضد 10 كان هيفرق جدا للنادي الاهلي. سبحان الله. بالمناسبة انا بقول اهو وانا في كامل قوايا العقلية، انا اقر واعترف ان احمد عبد القادر لاعب كرة القدم في النادي الاهلي لاعب موهوب جدا. احمد عبد القادر لاعب الاهلي لاعب موهوب، يمكنه اذا استقر ذهنيا ونفسيا ان يكون في منتخب مصر باستمرار. ولكن احمد عبد القادر بيعيش اعلى درجات التشتت والافكار الشيطانية، الافكار اللي بتوجهه دائما في الطريق الخاطئ اللي هو ماشي فيه اليومين دول. اذا لم يجد احمد عبد القادر الصديق المخلص، الاب الاخ الناصح المخلص اللي يشيل من راسه الافكار الشيطانية ويرجعه للطريق الصحيح، طريق اللعب النظيف، اللعب المخلص، الاخلاص لناديه ولزملائه، للأسف ممكن احمد عبد القادر ينتهي كلاعب، ممكن احمد عبد القادر ينتهي بدري جدا كلاعب. احمد عبد القادر لسه في منتصف العشرينات، امامه على الاقل 10 سنوات كرة قدم، 10 سنوات يقدر يعمل فيهم تاريخ عظيم جدا. لكن اذا مشى في الطريق اللي هو ماشي فيه هينتهي بدري جدا وخارج النادي الاهلي. وطاب صباحه.